فش تأهر يا وطن وعربون وفا. عربون وفا لدماء شهدائنا، لدماء أمهاتنا، عربون وفا لأسود سوريا حماة الديار. وفش تأهر لأهلي وأهلكم. طبعا فش تأهر هي واجب وطني، لأنه موجه ضد الفساد، موجه ضد الخوان العملاء، موجه ضد هذا المسؤول الحرامي المنافق الدجال، بغض النظر طبعا عن مركزه. ما بيهمني عسكري، أمني، سياسي، حكومي، حزبي، ما دامه حرامي وعم يسرق وينهب، كلامي موجه له، كلامي رح يطابق. ما عندي خطوط حمر بالتخاطب معه. سقف الوطن والوطنية، واللي عجبه عجبه واللي ما عجبه يضرب راسه بالحيطان. انتم مجموعة حسالي، مجموعة مافيات، مجموعة خوني، مجموعة عملاء. دفعنا ثمن فسادكم، ثمن خيانتكم، ثمن اعمالتكم، نحن عم ندفعه ودفعناه هلا بهالأزمة. دماء شهدائنا هي الثمن، وجروحي مش اغلى من ارواح شهدائنا، لذلك خروها بالعربي. انتم عصابات مافيا مثل ما قلت، عم تتحكم بالوزارات، مؤسسات الدولة، مافيات، سرقة، نهب، مطارات، موانئ، بدون حسيب أو رخي. من على عصابات المافيا، مافيا مطار حلب الدولي. مطار حلب بيديروا زعيم المافيا هو المدير المطار باسل منصور. باسل منصور هو زعيم المطار، هو زعيم المافيا بالمطار، سرقة ونهب ملايين وملايين وملايين. له 10 سنين بالمطار، هو بيسرق بينهب. ساعة بيقول أنا مدعوم من فلان، هذا العطري سابقا رئيس الوزراء الحرامي. ساعة بيقول محافظ حلب سابقا رايبو كمان دعمه. ساعة بيقول رئيس فرع أمن بدير الزور رايبو سابقا. المهم بيهدد الموظفين الشرفاء بالمطار بهالناس. وفي عنده شلة عصابة معه عم يسرقوا وينهبوا، الله يعلم شو عم يدخلوا المطار، لأنه واحد معه شلة مافيا عم تسرق وتنهب بالمطار، معتبر المطار مثل مزرعة اللي خلفون. الله يعلم مخدرات، أسلحة، تهريب، صناديق، طيارات عم تفوت وتطلع، ما حد بيقرب صوبهم. يعني حتى الأجهزة هذه اللي بتفحص الصناديق منزوعة، مع انه مكلفة عشرات الملايين، بس منزوعة كلها. طبعا ما بيهمهم تكون شغالة، عشان التهريب يكون على ابو موزي. من مهازه المافيا عملوا صالة مرة بالمطار، قال بدهم يبنوا صالة، يوسعوا صالة المطار حلب، لانه كانت صغيرة. عملوا صالة قال كبيرة وكذا ومدري شو، صرفوا عليه عشرات الملايين. ما ضلت اسبوع 10 ايام كانت متهدمة يا جماعة هاي الصالة، والتعني اللي خلفها. هدر هالعشرات الملايين، ما حد سأل بالوزارة، ما حد فتح تحقيق، ما حد قال مين المسؤول ليتعاقب. طبعا يعني بالقانون بيكون مدير المطار هو المسؤول الأول والأخير على هذا الهدر، بس طبعا لأنه عصابة مافيا ما حد حكى معهم. رجعوا عمروا الصالة من أول وجديد، والحمد لله بعد لهلا واقفة بس سرقوا كمان ملايين. الفضيحة الكبيرة اللي صارت بالمطار، واللي فتحت الموضوع الفساد بالمطار، هي قصة الموظف آزاد عثمان. موظف وطني سوري شريف نزيه، شاف في فساد بقسمه ما قبل. طبعا هو بيشتغل بقسم الفناكر. قسم الفناكر أو الفناكر هي عبارة عن ممرات تلسكوبية بتنزل الركاب مثل السلم. بينزل الركاب من الطيارة على صالة المطار. هذه بتتأجر بالساعة $100 مدري 100 يورو. أزاد بيسجل الوقت تيشارجوا الشركة. طبعا أزاد كان واقف طيارة روسية، حسب ما قريت القصة تبعيته، انه طيارة روسية وقفت على يعني وعم بتنزل الركاب، وقفت تقريبا شي ساعة ونص، 70 دقيقة 80 دقيقة. سجل أزاد. الموظف هذا قال له ليش عم تسجل، يعني ما في داعي تسجل. المهم عم يتمسخر عليه، قال له سجل اللي بدك اياه. أزاد أخذ الموضوع جدي، إنه شو عم تقول لي أخي سجل بدك إياه، في مصاري، هاي أموال شعب، أموال دولة. راح دقق بالموضوع بالسجلات اللي عم طلع مسجلينها، السجلات فوق إنه 40 دقيقة العمى، لا مدري 30 دقيقة، في فرق $100. يعني هلا إذا حسبناها في 6000 طيارة رحلة عم تدخل سنويا على المطار حلب. إذا كل طيارة روحة ورجعة
$100 $200 العمى عشرات الملايين. راح لعند المدير قال له هيك هيك يا سيادة المدير في فساد. المدير طبعا مافيا ما هو اساس، قال له دير بالك ما تفتح الموضوع ترى والله بيخرب بيتك. طبعا ازاد ما قبل الموضوع، حمل حاله راح على نقابة النقل الجوي، نقل الطيران المدني بحلب، وقال لهم هيك هيك. كمان حاولوا الجماعة يلفلفوا الموضوع يضغطوا عليه بس ما قدروا. وصل الموضوع لمدير الطيران المدني وفيق حسن، وفيق حسن كمان ما قدر يلفلف الموضوع، لذلك فتحوا تحقيق. اجت اللجنة طلعت عندها اخلاق ضمير، قالت ايه في فساد، لانه فتحوا السجلات العمل طلع فيه ملايين. المهم قالوا بالنهاية انه مدير المطار هو رئيس المافيا، في عنده مهندس رئيس الفناكر هذا مطيع حاج علي كمان بالمافيا، في مهندس مصطفى بيطار، في مهندس محمد مصري، هدولي سعيد شو اسمه زين العابدين شيخ حسن كمان، هدول 4-5 مهندسين لازم يتحالوا للقضاء والتحقيق لانه في فساد وهن المسؤولين. طبعا وفي حسن رفع التقرير للوزير رئيس وزير العمل وزير النقل زعيم المافيا الكبيرة، هذا يعرب بدر ساعتها كان قبل ما يجي هذا الوزير الجديد. طبعا يعرب بدر مش معقولة هذا الحرامي الكبير ابو المليارات يعاقب واحد من زلمه من عصابته، لذلك حاولوا يلفلفوا الموضوع ما قدروا. قالوا ما في غير انه نشكك بنزاهة اللجنة، فشككوا بنزاهة اللجنة. هذا باسل منصور قال اللجنة غير نزيهة، اللجنة في تآمر في عليه. المهم عملوا لجنة من جديد، اجا رئيسها هذا معاون الوزير معاون المافيا، شوفوا المهزلة، محمود زنبوعة. اجت اللجنة يمكن 2 من اعضائها راحوا على المطار كمان حاولوا يلفلفوا الموضوع يضغطوا على الموظفين المهندسين اللي اشتكوا على ازاد ما قدروا. لذلك قالوا خيو مش مشكلة يعني ما فينا بدنا نقول في فساد، فقالوا ما في فساد كبير بالمليارات، في فساد بالملايين. المهم قالوا في فساد من بين التقرير، يعني تقريرهم قالوا في شركة بريطانية يمكن بريطانية، قال هذه الشركة إلى 3 سنين من 2007 ل 2009 يوم اللي فتح التحقيق 2010 ما دفعت مستحقاتها، مع انه في قرار رئاسي قرار من القصر المرسوم جمهوري بيقول اي شركة لازم تدفع مستحقاتها بمدة لا تتجاوز 6 شهور، يعني 6 شهور لازم تدفع المستحقات ممنوع اكثر. طبعا هذا بيعاقبوا، هذه يعني هذه هيك مخالفة بيتعاقب عليها المدير لانه في ملايين هذه، بس طبعا ما حد يتعاقب. مين اللي تعاقب؟ تعاقب ازاد حسن نقلوه على قسم الاطفاء. بقسم الاطفاء يا جماعه بدهم حجزوه سجنوه 3 ايام بقسم الاطفاء على بهدلي ومزلي. يعني هذا الزلمه اللي فضح الفساد انسجن 3 ايام بقلب المطار، زلوه بهدلوه جوعوه 3 ايام وشلحوه ثيابه بالظلت كمان. شوفوا المهزله. هذا رئيس قسم الاطفاء بالمطار خليل انجلو و2 موظفين شلحوه بالظلت بالاجباري عن ابوه لازاد، وشلفوه بقلب الغرفه، لحتى الله بعث له ضابط من ضباط القوى الجويه، هذا الزلمه الشريف الله يذكره بالخير اسمه نزيه ملحم، وعنصر اسمه احمد جبر، طلعوه من الغرفه. بس طلع طبعا بحاله نفسيه يرسل لها ازاد، راح على بيته، كان قرار الفصل من الوظيفه سابقه. مش بس هيك، لا مش بس انه يعني انه عاقبوهم، لا رافعين قضيه، حتى رفع قضيه هذا باسل منصور. شوفوا المهزله كمان عنه، رفع قضيه على هذا ازاد عثمان، ورفع قضيه على المهندس اللي رفض يغير كمان اسمه محمد احمد رئيس قسم المراقبه الجويه. رفع بعد ما نقلوا، يعني كمان نقلوه عاقبوه نقلوه كمان، رفع عليهم قضيه قال تشويه سمعه المطار، قال 10 مليون بده لتشويه سمعه المطار. شوفوا المهزله، مهزله القضاء، مهزله لك وزاره العمل، لك شوفوا المسخره. بس يا اخي مافيات المهزله، واحد حرامي بيتعاقب، الادمي بينحط بالسجن، عفوا الحرامي ما بيتعاقب بعده مسؤول هذا باسل منصور، الادمي بيتعاقب. لا مو بس هيك،
مو بس انه سجنوه لأزاد وعاقبوه محكمة، لا لا، كمان اكل قتلي الزلمة، اكل قتلي من 3 4 زعران اجوا هددوه قتلوه على باب بيته، راح فيه على المستشفى ومعه تقرير. كمان هددوه، يعني هذا التهديدات اجت. اخر تهديد من ما بعرف كانوا اخر تهديد، المهم مثل ما قريت بالقصة تبعيته انه هددوه بالقصر الجمهوري. اللي هددته هذه مديرة مكتب النقل الجوي بحلب اسمها آمال عبجي، هددته لأزاد، قالت له انه باسل منصور مدعوم من القصر الجمهوري، والله لا يخرب بيتك ويخرب بيتك اذا ما اعطيته الوثائق اللي بتملكها والبراهين. طبعا معه، انا مثل ما قريت القصة برجع انه معه تسجيلات بهذا التهديد. انا بس بدي افهم منه هذا الضابط بالقصر الجمهوري اللي بيقبل على حاله انه يكون واحد عرصة ابن كلب حرامي مثل باسل منصور سراء مافيا يحكي باسمه. اذا هذا الضابط موجود فهذا الضابط عار على القصر الجمهوري، والله عار وجوده على القصر الجمهوري، لانه تشويه سمعة ضباط القصر الجمهوري بهيك ناس، وجوده بيكون عار. اذا منه موجود معناته لازم تبرئة القصر الجمهوري، ويجيبوا هيك هالكلبي هذه رئيس القسم هذه آمال عبجي، ويجيبوا على التحقيق، ويجيبوا السيد مع التسجيلات الصوتية اللي هو بهذا الكلام أزاد عثمان، ويجيبوا كمان اللي كان موجود معاهم هذا الشوفير، شوفير المدير زعيم المافيا، يجيبوهم 3 على التحقيق، لأنه هذا تشويه سمعة قصر جمهوري. يعني ما شغلة سهلة، يعني هيك واحد كل ابن كلب بكره بيطلع بيقول ايه انا مدعوم من القصر الجمهوري، وبيقعد بيبهدل العالم وبيذل العالم وبيسرق وبينهب المليارات واموال الشعب. ما بصير. انا بتمنى يوصل كلامي لمدير القصر الجمهوري، ضباط القصر الجمهوري، مدير مكتب سيادة الرئيس، حتى يحققوا بهذا الموضوع، لانه اولاد الكلب عندنا بالبلد ما في اكثر منهم، الحرامية والنصابين ما في اكثر منهم. ما كل ما واحد بكره بيقول القصر الجمهوري يخلوا العالم تكره رب القصر الجمهوري. بتمنى يوصل صوتي لوزير العمل النقل هذا الجديد. بس برجع بقول مكتوب باين من عنوانه، لانه بعدها العصابات موجوده، السرقه والنهب موجود. قبل ما انسى، مش بس تعاقب هذا المهندس محمد احمد وازاد، لا كمان عاقبوا مهندسين اللي الشرفاء بالمطار مثل نادية كلش تعاقبت، في مهندس امين ليلى تعاقب، مهندس اسمه عبيدة جبرائيل كمان عاقبوه لانه قال ايه في فساد. اكثر من مهندس قالوا ايه في فساد، بس الجماعه هدول تعاقبوا، تبهدلوا تزلوا انتقلوا نقلوهم. بس هذا الابن الكلب الحرامي باسل منصور بعده موجود. يا وزير النقل، وجود هذا الشخص على مركزه بعد الاثباتات والبراهين عار على وزارتك، عار عليك،